السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. القرنبيط بالنسبة لي ما بيمثلش الأكل الاقتصادي، لا، القرنبيط بالنسبة لي بيمثل الأكل التقليدي، الأكل اللي أنا واخدة عليه، الأكل اللي أنا بحبه، الطريقة اللي أنا متربية عليها. القرنبيط مش أكلة اقتصادية، بالعكس دي أكلة مغذية جدا، دي أكلة لذيذة جدا، لكن دخل عليها طرق مختلفة: بشاميل، لحمة معصجة، طاجن في الفرن. أنا لما باكله بالطرق دي بحس إن أنا باكل أي حاجة غير القرنبيط، لكن القرنبيط هو الطريقة اللي إحنا متعودين عليها، هي الطريقة اللي إحنا اتربينا عليها. القرنبيط هو الطريقة التقليدية اللي إحنا متعودين عليها. اصفر مقرمش، اخضر من جوه، لونه حلو، تسويته جميله، طعمه تحفه، التتبيله اللي فيه خطيره. ازاي حطينا بصل وتوم من غير ما نخاف انهم يتحرقوا في الزيت؟ ازاي حافظنا على الزيت؟ نضيف لحد اخر حبايه قرنبيط. كل دي اسرار موجوده في الفيديو. ادخلي معايا الفيديو وادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. طرق كتيره جدا موجوده على النت للقرنبيط، لكن بتفضل الطريقة التقليدية اللي احنا متربيين عليها واللي احنا متعودين عليها هي أطعم طعم للقرنبيط. حلوة أطعم طعم دي. اتعمل بطرق كتيرة جدا وعملت بطرق كتيرة جدا، لكن الطريقة التقليدية جدا أو القديمة جدا هي أطعم وألذ وأحلى طعم للقرنبيط. طيب مبدئيا كده ازاي اشتري القرنبيط؟ القرنبيطه تشتريها مدوره زي الكرومبه بالظبط. في قرنبيط مطول كده، ده ما تجيبوش. في قرنبيط لونه بنفسجي، لونه اصفر. بصي، هو ما فيش منه ضرر في اللون، اللون ده بيدل على درجه البروده القاسيه اللي بيتعرض ليها القرنبيط، لكن تجنبي اللون اللي مش تقليدي للقرنبيط وخلينا في اللون التقليدي اللي هو الابيض الفاتح ده. في لون بنفسجي وفي لون مصفر، الاثنين دول ابعدي عنهم. اتنين بس، كوبايه من الدقيق ومعلقتين اتنين من النشا، بصلايه صغيره، طماطميه صغيره، فص واحد من الثوم، دي كزبره معاها شبت، الاتنين مع بعض بيدوا ميكس مش معقول. نبدا نقطع القرنبيطه وهقول لك تقطعي ازاي القرنبيطه طريقه صغيره جدا. عليه الحاجات دي مش محتاجينها خالص. طيب قرمشة القرنبيط يعني هنضيف له معلقه ما يشربش زيت. طيب ايه هي؟ هنشوف مع بعض واحنا بنعمل التتبيل. طيب مبدئيا كده شايفه احنا عايزينه قطعه زي دي كده، عايزينه قطعه زي دي، شو يبقى عامل زي البانيه بالظبط. محتاجين الزهره بس، لكن لو حضرتك بتحب العروق دي تمام، انا بحبها فعشان كده بسيبها، لكن هو المتاح للقرنبيط هي الزهره، هي الزهره بتاعت القرنبيط. طبعا مده سلقه 7 دقايق علشان اول ما يتحط في النار واول ما الميه تبدا تغلي. حله على النار، هضيف عليها نص معلقه من السكر، معلقه من الملح، فص من الثوم هقطعه شرايح في الميه، نص معلقه من الكمون، وطبعا حضراتكم عارفين ليه. وهبدا انزل بالقرنبيط، ومن اول ما تغلي الميه بالقرنبيط هي مده 7 دقايق، واطلعه تحت الحنفيه عشان ابرده وعلشان اوقف تسويته فيكون محتفظ بقوامه، ما يكونش مستوي قوي. يتسلق القرنبيط احنا عايزين بشر الطماطم وبشر البصل وبشر الثوم عباره عن سوائل علشان ما يلزقش في القرنبيط ويتحرق. فهنبشر البصله والثوم على جنب ناعم جدا، فدي ناعمه ودي انعم، فهنخلينا في الجنب ده. احنا عايزين بس ريحه وطعم ولون الطماطم والبصل. شايفه احنا عايزينها سايل بالشكل ده كده علشان تختلط بالخليط السائل اللي احنا هنعمله. شايفه البصل عباره
يعني عباره عن، شايفه ناعم خالص ازاي؟ هو دي الدرجه اللي انا عايزاها على الطماطم. كذلك فص الثوم هبشره برده بطريقه ناعمه جدا. هخرج برده الخضره ناعمه جدا. بشرنا الطماطم والبصل والثوم، هنبدا نعمل بقى الخلطه بتاعت القرنبيط. القرنبيطه دي هنعملها بالطين 2 بس. ازاي؟ تابعي معايا الفيديو هتاكلي قرنبيط تقليدي لكن بتست مختلف جدا وبقرمشه مختلفه جدا. هنقلب البيضتين كده على البيض، نص معلقه من الكمون، ده ميكس كمون وكزبره وفلفل اسمر، نص معلقه من الملح. هنزل بكل الخليط ده، هنزل بالطماطم والبصل والثوم. اوريكي ان هما مش باينين خالص، شايفه؟ الناس اللي بتقول لا يا جماعه ما ينفعش قرنبيط من غير لبن، لازم نضيف لبن للقرنبيط، الكلام ده مش حقيقي يا جماعه. لما بنضيف لبن للقرنبيط، اللبن من خصائصه ان هو بيطري، بيخلي يعني مثلا لما بنضيفه على العيش، لما بنضيفه على القرص، لما بنضيفه على اي معجنات بيديها طراوه. طيب لما هنضيفه هنا ازاي هينشف؟ ازاي لا ماشي، هو مش هيدي، ايوه هو هيدي طعم كويس وكل حاجه، بس هيدي، هتبقى هيبقى القرنبيط طري جدا وشارب من اللبن ومش ناشف. لكن ميه ساقعه متلجه هي اللي بتخلي القرنبيط مقرمش. دي كوبايه ساقعه، دي كوبايه ميه ساقعه هضيفها، وهنزل بكوبايه الدقيق، معلقتين 2 من النشا. اللي قلت لك عليه هو نص معلقه من البيكربونات الصوديوم. الكربونات يا جماعه بودر هينفشها لكن مش هينشفها، مش هيصفرها. البيكنج صودا اللي هو الكربونات هو اللي هيديها اللون الاصفر والقرمشه. هقلب بقى، وطبعا هشوف لو محتاجه شويه ميه تاني هديها علشان خاطر يكون القوام شبيه لقوام الكيك. بقلب لحد لما كل القوام يبقى كريمي وكل التكتلات دي تنتهي خالص، ما تبقاش موجوده. ريحه مش معقوله، ريحه حلوه جدا، شايفه؟ هنزل بالخضره وهبدا اقلب كل المكونات دي مع بعضها. هديها نص كوبايه من الميه علشان تكون خفيفه فتمسك مع القرنبيط. دي الخلطه التقليديه للقرنبيط، هي دي الخلطه اللي احنا اتربينا وتعودنا عليها من القرنبيط. مش موجوده لمجرد الافكار الكتيره اللي طلعت. ليه يا جماعه عايزين تنسونا التراث بتاعنا وتنسونا الاكل اللي احنا اتربينا عليه والاكل الطبيعي اللي احنا بنحبه؟ سلق القرنبيط طبعا لو حضرتك بتحبيه مستوي عن كده ده بيرجع لحضرتك، لكن دي تسويه كويسه جدا. لو انت عايزه تسوي اكتر من كده مفيش اي مشكله خالص. الخلطه بتاعت القرنبيط بقت جاهزه، هنبدا نقليه بشكل طبيعي جدا. طاسه على النار، هضيف فيها كوبايه من الزيت، لسه الزيت مسخنش. اول ما الزيت يبدا يسخن هبدا اخد القرنبيط وانزل بيه في الخلطه اللي احنا عاملينها. ننزل في الزيت طبعا كل المقدار القرنبيط هنعمله بنفس الخطوات دي، الحاجات اللي موجوده في الزيت. متحاوليش تقلبيه غير لما يحمر من تحت. شايفه اصفر ازاي؟ ده الكلام اللي انا بقولك عليه. طبعا هقلب كل الكميه بنفس الطريقه دي. البصل والطماطم والثوم لما بشرناهم بالطريقه اللي وريتها لحضرتك حافظت عليهم، وهتخلي الزيت ما يتحرقش، وهتخلي القرنبيط نفسه ما يبقاش فيه حتت بصل تتحمر وتتحرق ويبقى طعمها مش لطيف خالص. عايزه اوريكي بس هو لسه، بس عايزه اوريكي هو اصفر، شايفه؟ صراحه بيتكلم عن نفسه، شايفه؟ هو ده الكلام اللي انا بقولك عليه. السلام يا جماعه، هو ده الاكل اللي احنا بنحبه، هو ده الاكل اللي احنا واخدين عليه. انتوا تقولي لي بقى بشاميل، تقولي لي لحمه معصجه، تقولي لي جبنه موتزاريلا، الكلام ده فيه مش بتاعنا. ممكن نعمل بالطرق دي لاولادنا، لكن يفضل الطريقه الاساسيه للقرنبيط هي الطريقه المتعارف عليها، هي الطعم الاصلي للقرنبيط.
تطلعيه على مناديل او تطلعيه على ورق زبده عشان يتصفى من كميه الزيت. هو طبيعي مش هيكون شارب زيت، بس عشان تتخلصي من كميه الزيت اللي بتبقى موجوده فيه ويفضل مقرمش لحد اخر قطعه. انا عايزه اقول لك وانا واقفه بقليه بالشكل ده ممكن اكل لي 15 16 قطعه. طبعا تخلصي من الحاجات دي عشان ما تتحرقش في الزيت. شايفه صفرا ازاي؟ ميكس الالوان جامد جدا، الاخضر مع الاصفر، حاجه كده دايما بقول من وراء الطبيعه. انا بحب اطلعه على شبكه عشان يصفي كل الزيت اللي فيه، وبعدين احطه على المناديل. هيفضل لحد اخر قطعه الزيت موجود جدا. هي دي الشبكه اللي بطلع عليها عشان تصفي كل الزيت اللي فيه وينشف في القلب. اخلص كل الكميه وهنشوف مع بعض تسويه القرنبيط ولون القرنبيط وشكل القرنبيط عامل ايه. اتقلى القرنبيط، اصفر القرنبيط، مقرمش القرنبيط. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.